السلام عليكم. عم تنتشر صور رسمية للتدريب الأول أو التمرين الأول للمنتخب السوري قبل لقاء منتخب باكستان ضمن تصفيات بطولة آسيا 2027 القادم. طبعا أنا بعتقد أنه أول مرة عمر خريبين عم يكون متواجد مع المنتخب السوري، يعني تحت قيادة المدرب خوسيه لانا. اكيد الشباب هلا هن عرفانين حالهم انه نحن بمرحله كثير صعبه على مستوى الكره السوريه، انك انت خارج من التصفيات، عندك عم تجهز هذا الفريق الاول حتى انت تتواجد ببطوله اسيا، عم تتواجد مع منتخبات هي اقل منك تصنيفا، فانت مطالب بتحقيق الفوز بكل المباريات وتحسم موضوع التاهل لبطوله اسيا. لكن نحن بالفترة الأخيرة لاحظنا غياب الإعلام بشكل رسمي أو أي مؤتمر صحفي كان للمدرب خوسيه لانا، أو تصريحات أو لقاءات أو اجتماع. أكيد نحن بنعرف جميع الظروف اللي كانت، بس نحن دائما عم تكون في عنا قلة تصريحات إعلامية وظهور إعلامي للمدرب الأول خوسيه لانا أمام الإعلام، ما عم يوضح للجمهور شو عم يصير، ما عم يوضح للاعبين، ما في غير عنا صفحة الاتحاد. نقعد نحن نستنى هاي القائمة لتصدر تطلع 50% 60% من الشارع الرياضي السوري او الاشخاص المهتمين بالرياضه السوريه هن بتكونوا متوقعين هاي الاسماء او بتتسرب قبل بفتره من خلال الدعوات بتكون للاعبين، وتتواجد بعض الاسماء وبعض اللاعبين مع قائمه المنتخب. طيب نحن ما علينا، صفحه جديده هلا عم تكون، نتمنى يكون في عنا استقرار بالجهاز الفني والاداري، استقرار على المستوى الفني باستدعاء اللاعبين. اكيد كان في عندنا غيابات كثيره وعديده، اكيد هاي مرحله صعبه، لازم لاعبين المنتخب يقدروا حجم المسؤولية عليهم، انك انت كمنتخب لازم تتأهل لبطولة آسيا. غيرك عم يلعب تصفيات كأس العالم، وكان عندنا فرصة ذهبية دائما انا بقولها، انك انت كون زادت عدد المقاعد بكأس العالم، نحن عم نطلع برا امام كوريا الشمالية، وغيرنا عم يحاول يلعب على موضوع تأهل لكأس العالم، نحن عم نلعب مع باقي المنتخبات آسيا. طبعا هذا الشيء بإيدنا بسبب نتائجنا، بسبب الكوارث اللي كانت بالأداء والمستوى الأخير، كوبر وايام الاداء اللي كان للمنتخب السوري بالفتره الماضيه. كمنتخب نحن بنتحمل هاي النتيجه اللي وصلتنا لهون، انه غيرك عم يلعب بالتصفيات نحن عم نلعب برا. واكيد نحن هذا المنتخب هذا الاداء ما بيأهلك انك انت تلعب تصفيات، لانه جميع المنتخبات وجميع بشرق اسيا وبغرب اسيا وبوسط اسيا هي منتخبات عم تتطور وتشتغل على حالها، بعيده عن الفساد، بعيده عن المحسوبيات، بعيدة عن قوائم المنتخب اللي هي انت ما بتعرف كيف اختارت وكيف تواجد اللاعبين. وجميعا شاهدنا وتابعنا قائمة المنتخب، ما رح نرجع نعيد هذا الحكي بهذا الفيديو، بس اكيد لازم هدول اللاعبين، هؤلاء اللاعبين اذا حضروا ووصلوا لهم هذا الفيديو، انه هن يكونوا عرفانين انه هن باصعب مرحلة وفترة، بأصعب نتائج كانت للمنتخب السوري خلال 10 أعوام، خلينا نقول كنتائج وكمشاركات. يعني نحن التصفيات الماضية سنتين ورا بعض ما غبنا، عم نغيب هلا بال2026، معناته هذا الشيء بدل نحن تراجعنا كتير. لازم نحن نعرف حالنا الخطوة اللي بعدها لوين تكون، يكون في عنا استقرار على مستوى اللاعبين والأسماء الموجودين مع المنتخب. صور تدريبات مثل كل مرة مثل ما تعودنا، يعني بتفائل الجمهور، والجمهور بيرجع بيتابع، وبنرجع نحن بنغطي وبنحضر هاي المباريات. بس أكيد إن شاء الله هني مطالبين بالأداء وبالمستوى وبالنتيجة بهذا اللقاء أمام منتخب باكستان. كونوا لايك لهذا الفيديو حتى نحن نستمر بهيك فيديوهات وحلقات على القناة. شكرا لكم.